العند يورث الكفر، مثل شعبي في قصة النهاردة لدكتور موت ابنه علشان مراته ما تاخدش شقة الزوجية لأنها حاضنة، ومن شدة ذكائه وصل بجريمته ل 90% من الجريمة الكاملة. في سنة 2016 دكتور أحمد طبيب بشري عنده 30 سنة وعايش في اسكندرية، لكن علشان نعرف التفاصيل فهنرجع قبل الواقعة بكام سنة. بعد تخرج دكتور أحمد من كلية الطب اشتغل في مجال دراسته وفتح عيادة خاصة بيه وقدر يبني اسم كبير في المكان اللي هو فيه. سيرته طيبة وما بتأخرش عن أي حد طالب مساعدته، وقدر بعد كام سنة إنه يكون نفسه ويشتري شقة علشان يتجوز فيها. وقبل الواقعة بحوالي سنة ونص الأهل رشحوا له بنت جميلة جدا ومتدينة وعلى خلق من نفس المدينة واسمها إيمان وعندها 24 سنة، خريجة كلية تجارة. وبالفعل وبعد تبادل زيارات الأهل تمت الموافقة على الخطوبة، وبعد فترة بسيطة كان تم الزواج. لكن لأن الزواج تم بسرعة فالطرفين اللي هما دكتور أحمد وإيمان ملحقوش يتعرفوا على طباع بعض كويس، وده خلق مشاكل بينهم من أول فترة زواج. وللأسف كانت إيمان حملت على طول، ومع قلة خبرة الزوجين الخلافات ابتدت تزيد بينهم بسبب تحمل المسؤولية وزيادة المصاريف. دكتور أحمد كان حاسس إن المسؤولية زادت عليه، وكمان الحمل اللي جه بسرعة وده زود الأعباء المادية بالنسبة له. وكمان الزوجة مع سرعة الزواج وضغط الحمل ما كانتش مستحملة أي ضغوطات من أي نوع، وتمر الشهور والخلافات والمشاكل بينهم بتزيد لحد لما إيمان بتولد ابنها ياسين. وقتها دكتور أحمد ما استحملش زيادة المسؤولية عليه وحس إن كل حاجة حصلت بسرعة، الزواج والحمل والولادة، وبسبب ده المشاكل زادت أكتر من الأول بكتير جدا. وصل الأمر إن إيمان طلبت الطلاق لأنها ما بقتش مستحملة ضغط الأعصاب اللي عليها، خصوصا إنها ما كملتش 4 شهور بعد الولادة. وبين شد وجذب بين الزوجين دكتور أحمد حس إن بطلاقه من إيمان هيخسر حاجات كتير جدا زي القايمة اللي مضى عليها في كتب الكتاب، وهي قائمة المنقولات الزوجية، الفرش يعني، ده غير كمان المؤخر، وكمان هيخسر شقة الزوجية اللي حس إن فيها كل تعبه واللي جابها بعد مجهود وشقة سنين، وإن إيمان هتستولى عليها بحكم إنها حاضنة لابنهم ياسين، فالشقة هتضيع منه بسهولة، خصوصا بعد ما الزوجة طلبت بحقوقها كاملة، وكمان قالت له إنها هتاخد حقها في شقة الزوجية بحكم إنها حاضنة. وده خلى دكتور أحمد يحس بالانهزام قدام الزوجة، إنها هتاخد كل شقاه وهو هيخسر كل حاجة، ونتيجة للعند بين الزوجين من المشاكل والخلافات الزوجية، ومحدش فيهم عايز يتنازل، كل واحد فيهم متمسك برأيه. فدكتور أحمد فكر إزاي يحرم الزوجة من حقوقها بأبشع طريقة ممكن حد يفكر فيها، وإزاي يكسر قلبها وطلعها خسرانة من الجوازة دي. ولأنه كان شايف إن ابنه ياسين هو العقبة الوحيدة اللي قدامه، لأنه هو اللي هيوصل الزوجة إنها تقعد كحاضنة في شقة الزوجية، علشان كده قرر إنه يتخلص منه علشان الزوجة ما يبقاش ليها أي حق في الشقة. وبدأ يفكر ويخطط لتنفيذ الجريمة الكاملة. ويوم الواقع شهر أكتوبر عام 2016 دكتور أحمد بيقول لمراته إنه هياخد ابنه علشان يشتري حاجات لياسين من الصيدلية اللي موجودة في المنطقة عندهم. ووقتها كان محضر آلة حادة صغيرة وشريط لاصق وكيس بلاستيك ومخبيهم في جيب البنطلون. دكتور أحمد بياخد الولد وبيمشي وهم في الطريق، وتحديدا في منطقة نائية دكتور أحمد بيطلع الشريط اللاصق ولفه على وش الولد ورقبته لحد لما ما بقاش قادر يتنفس ومات من الخنق. بعدها بيطلع الكيس البلاستيك الأسود من جيبه وبيحطه فيه وبيربطه كويس، وبعدها بيرميه في نفس المنطقة. وفي نفس الوقت كان بيطلع الآلة الحادة الصغيرة من جيبه، وتحديدا كان قطر. دكتور أحمد عمل جروح في جسمه، جروح قطعية في الرأس والساعد الأيسر، ولأنه دكتور فكان بيعمل الجروح باحترافية شديدة جدا من غير ما يأذي نفسه، وفي نفس الوقت الجروح تظهر أو تبان على إنها اعتداء. وبعدها رمى القطر وراح على اسم شرطة المنتزه وراسه بتنزف دم، وقدم بلاغ وقال فيه إنه كان ماشي مع ابنه رايحين الصيدلية، لكنه اتفاجئ بشخصين مجهولين بيعترضوا طريقه واعتدوا عليه بسلاح أبيض وتحديدا قطر، وعملوا جروح في راسه وإيده بعد لما شالوا حركته تماما وما قدرش إنه يدافع عن نفسه. وبعدها خطفوا ابنه وهربوا. ورجح إن الشخصين المجهولين دول خطفوا الولد علشان يطلبوا منه فدية لأنه دكتور معروف ومشهور. فرجال الأمن بيناقشوا دكتور أحمد عن ظروف وملابسات الحادث في محاولة لتحديد أوصاف الجناه، في محاولة من ضمن المحاولات إن يتم مطابقتهم بصور المتهمين اللي بيكون تم القبض عليهم في حالات مشابهة لكده. وفي نفس الوقت بينتقل الفريق لمكان الحادث
لفحص مكان الواقعة والبحث عن أي أدلة أو شهود يقدروا يدلوا على أوصاف الجناه، وكمان فحص خط سير هروب الجناه والاستعانة بالكاميرات اللي موجودة في المنطقة أو بالقرب منها. في نفس الوقت تحريات رجال الأمن شغالة في حصر علاقات دكتور أحمد وخلافاته، وكمان حصر وفحص أهليته والتحري عنهم وحصر علاقاتهم وخلافاتهم لبيان صلة أي منهم بالحادث. الواقعة كانت غريبة جدا، مين ممكن يفكر يخطف ولد لسه ما كملش 4 شهور إلا لو كان يعرف دكتور أحمد شخصيا وعايز يساومه على مبلغ مالي أو ينتقم منه. رجال الأمن استبعدوا إنهم ممكن يكونوا أشخاص مجهولة لأنهم كانوا على الأقل سرقوا فلوس وموبايل دكتور أحمد، لكن ده ما حصلش. علشان كده احتمال إن الأشخاص دول عايزين يساوموا دكتور أحمد أو ينتقموا منه، كانوا الاحتمالين دول أقرب لرجال الأمن. لكن بالتحريات رجال الأمن ما بيلاقوش أي خلافات لدكتور أحمد مع أي حد، ولا حتى أهله ليهم خلافات تستدعي إن حد يعمل كده في ولد صغير في العمر ده. وبينتقل رجال الأمن والأدلة الجنائية لمكان الحادث، وبيلاقوا آثار دم موجودة في إحدى الحدائق بالقرب من مكان الواقعة اللي قال عليها دكتور أحمد. وبالبحث بيكتشفوا وجود كيس أسود بلاستيك، ولما رجال الأمن بيفتحوه بيلاقوا جثة الولد فيه، وراسه ورقبته ملفوفين بشريط لاصق. وبتكملة البحث كمان بيلاقوا القطر اللي تم استخدامه في إصابة دكتور أحمد، وبيتم تحويل الجثة للطب الشرعي. أما رجال الأدلة الجنائية بيتحفظوا على القطر. وبمراجعة الكاميرات في المنطقة المجاورة للواقعة، لأن مكان الحادث ما كانش فيه أي كاميرات، رجال الأمن ما بيلاحظوش أي حاجة غريبة، ولا حتى بيظهر في توقيت قبل الحادثة أو بعدها وجود أي أشخاص مشتبه فيهم. فبيتم مناقشة الدكتور أحمد تاني في تحديد أوصاف المجهولين اللي اعترضوا طريقه. فبيلاحظ رجال الأمن إن دكتور أحمد بيحصل تضارب في أقواله وتحديدا في أوصاف المجهولين، فرجال الأمن بيشكوا فيه. وبيتم رفع بصمات دكتور أحمد وعرضها على الطب الشرعي لحد لما بيطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيثبت إن الولد مات عن طريق الخنق، وإن آثار بصمات دكتور أحمد هي نفس آثار البصمات اللي موجودة على اللاصق الطبي اللي ملفوف حوالين راس الولد. وكمان القطر البصمات اللي عليه بتطابق نفس بصمات دكتور أحمد. وبمواجهة دكتور أحمد بالأدلة دي بينهار وبيعترف وبيقول أيوة أنا عملت كده علشان كان في مشاكل بيني وبين مراتي، وكانت بتهددني إنها تطلق وتاخد الشقة لأنها حاضنة ياسين، فحسيت انها خطر عليا. انا الطبيب اللي قتل ابنه علشان شقة، انا مش مصدق اني كنت بعالج ناس كتير معرفهمش ومفيش بيني وبينهم اي صلة، واني اقتل ابني علشان شوية طوب، ربنا يسامحني. وده كان نص اعترافات دكتور احمد، وبيتم القبض عليه. وبمناقشة الزوجة ايمان قالت ان كان في خلافات بينها وبين احمد وكانت عايزة تتطلق منه، لكنها ما كانتش متخيلة انه يوصل للمرحلة دي ويموت ابنه، وانها مقهورة على ابنها. كان ذنبه ايه في كل ده؟ وحشني قوي. وده كان من نص اقوالها في تحقيقات النيابة. وبعد تحقيقات والمحاكمات بيتم الحكم على دكتور احمد بالاعدام، وفي النهاية الاب بيتعدم، اما الام ففقدت ابنها، وللاسف اللي فضل هم الشقة والطوب. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اب وام ما يقدروش نعمة الضنا اللي معاهم.